السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ نبدأ روتين جديد مع بعض، نسمي الله ونبتدي. هنحضر الغدا. هعمل النهاردة بانيه ومكرونة. هعمل دلوقتي التتبيلة اللي انا هعمل فيها البانيه. انا كنت ناقعة البانيه في شوية مية وخل وملح وشوية جنزبيل وليمونة ونقطة سكر وشوية دقيق كده ايه، ونقعيهم كده وغسلتهم ونقعتهم كويس عشان ريحة الزفارة بتاعت الفراخ. وهنا هعمل التتبيلة بتاعتهم اللي هنقع فيها البانيه. حطيت فيها شوية لبن، وهحط فيها بتاع ده نص معلقة بهارات فراخ، وهحط دبس رمان، وهحط صويا صوص، وهحط مرقة دجاج. ومش هحط ملح علشان انا حطيت مرقة دجاج، قلت عشان ايه ما تملحش، وفعلا ايه كانت يعني ملحها كده مظبوط. سبت البانيه منقوع في خلطة النقع دي بتاع نص ساعة. الجنزبيل بيخلي مفيش ريحة زفارة للفراخ نهائي، حلو قوي الجنزبيل، وكنت حاطة سكر كمان، ما بيخليش ريحة زفارة نهائي للفراخ. اغسلهم كويس كده واحطهم في التتبيلة بتاعتهم، واحطهم في علبة كده واغطيها واحطها في التلاجة. كان لسه بدري قوي على الغدا. بس بعد كده ايه هعمل جنبهم مكرونة بالصلصة. والليمون برضو بيدي طعم حلو قوي لتتبيلة البانيه. احطهم كده في العلبة واقلبهم كويس كده فيها، واسيبها ايه تاخد وتدي مع التتبيلة انا لو كان عندي البانيه من بالليل كنت انا حطيته كده في التتبيلة، بيبقى مخلي طعمه حلو قوي. انا ما بحطش بتاع ده، ما حطيتش مية بصل بصراحة عليه، استكفيت بالتتبيلة دي وكانت طعمها حلو قوي برضو. جبت هنا الطماطم، كان عندي طماطم مستوية كده في التلاجة. عملت كده على قد المكرونة اللي انا هعملها. عملت زي شفشق كده، شفشق خلاط كده طماطم. وبحط مع الطماطم قرن فلفل حامي. هنا كانت المية غلت، انا حطيت كيس ونص مكرونة. عملت مكرونة سباكيتي كيس ونص، يعني هاخدت من هنا كمان شوية مع الكيس التاني. وسبتها كل شوية. على فكرة انا بقلب المكرونة، بيقولي المكرونة بتتعجن لما كل شوية تقلبيها، لا بالعكس عشان ما تعملش في بعض، ما تمسكش في بعض. انا هنا فاتحة الحنفية علشان المية السخنة ما تنزلش حرام في الحوض ايه. كده فبحب اللي انا افتح الحنفية، وعشان المية السخنة ما تنزلش كده مرة واحدة في الحوض. واقلبها واسيبها كده لما تهدى، واحط عليها نقطتين زيت، بتبقى مفرفرة كده، بتبقى طعمها يعني حلو، مش ماسكة في بعض، مش لازقة في بعض. وفي نفس الحلة جبت بصلاية مع شوية زيت، مع شوية ملح وشوية فلفل اسمر. وهحط عليهم برضو ايه 3 4 فصوص توم. بحب المكرونة بالثوم. ساعات بعملها بالبصل لوحدها، وساعات بعملها بالثوم لوحدها، بس حطيت الاتنين كده مع بعض النهاردة. الثوم بيدي طعم حلو قوي للمكرونة. اسيبها بقى ايه تتسبك كده. وكانت التتبيلة اخدت راحتها مع البانيه. تعمل كده شوية فيها التتبيلة تديها طعم كده. هنا هغطي عليها واسيبها. جبت بقى الفيجيتار، اول مرة استخدم الكريسبي ده، بس طعمه حلو. ما بحطش بيض انا في البانيه. والكفر بيمسك عليه، يعني بيقولك البيض هو اللي بيخلي الكفر ده يمسك عليه ما يقعش. هتشوفوه دلوقتي. انا ما بحطش بانيه، ما بحبش البانيه البيض على البانيه بصراحة. هحطه في الفريزر، قاعد بتاع ساعة في الفريزر. هنا كان خلاص بقى هعمله. هتبصي تحسي ان هي ايه البانيه ماسكه نفسها كده انا حطاها في الفريزر، بتخلي الكفر ما يقعش الفيجيتار ما يقعش من على البانيه. سخنت كده الزيت ونزلت عليها البانيه اهو، ما وقعش البانيه ماسكه نفسها كده، مفيش حاجه في الطاسه.
خلاص كده كنت خلصت كده خالص البانيه، وهشيل بقى الزيت واحط مكانه الصلصة تسخن شوية وانزل عليها بالمكرونة. هديها تقليبة كده بسرعة. اهي المكرونة مفرفرة اهي خالص، اهي مش لازقة في بعضيها ولا اي حاجة. هديها تقليبة كده واحطها على النار بس كده ايه 5 دقايق كده واطفي عليها خلاص. هنا بقى كنا خلاص هنتغدى. اغرب بقى كده. بنحب احنا من المكرونة، من الناس اللي هي بتحب المكرونة، يعني ممكن ناكله مكرونة عن الرز. وده كان غدانا النهاردة. قدمته مع البانيه والفلفل المخلل. نبدأ بقى ايه تنظيف المطبخ من بعد الغدا. ما كانش عندي بصراحة مواعين ياما، لان انا كنت منظفة كل حاجة قبل ما اتغدى. كان عندي بس كام الطبق اللي احنا غرفنا فيهم والكوبايات دي بس. والبوتاجاز طبعا اللي هو كان ايه ما كانش نضيف مطرح ما قليت البانيه وعملت الصلصة برضو طرطش غصب عني صلصة على البوتاجاز. بس قلت اشطب المواعين كده معاكم واخلص اليوم معاكم كده وافكركم برضو باللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو منكم كده. وهشكركم تاني، وكل مرة هشكركم على لايكاتكم كومنتاتكم الجميلة اللي بتدعمني. وبقول لكم شكرا جدا جدا على كلامكم الجميل. اشطب كده بس ايه المواعين، وكنت مروقه الرخامه، كنت مروقه الارض. كان هو بس الكام طبق دول والبوتاجاز بس هم اللي كانوش نضاف. لكن كنت مخلصه كل حاجه، كنت مروقه البتاع ده الرخامه، وشايله كل الحاجه اللي عليها ومسحاها ومنضفاها، وكل حتى الارض برضو منضفاها. وحوالين السجاده برضو كنت عاملاها بالفوطه، بفوطه مبلوله كده مش مخليه فيها اي حاجه. اهو البوتاجاز بس ما كانش نضيف مطرح الزيت، مطرح ما كنت بقلي البانيه والمكرونه والصلصه. تعرفين مطرح القلي والصلصه بقى والطرطشه وكده. بس اشطفه بقى كذا مره، انا بشطفه كذا مره يعني اغسل الفوطه واعملها تاني يعني مش، واغسل الحوض كده والحنفيه وكل حاجه. حبيت اشارك يومي معاكم من اوله لاخره، وشكرا لكم على متابعتكم ليا. خلاص كده شطبنا المطبخ، اقول لكم سلام يا حبايبي، تصبحوا على خير.